بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى قالب الكيك اللي كان قدامكم ده بالشوكولاتة. بسم الله ما شاء الله. ببيضتين، معايا بيضتين اهو وحبة فانيليا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكوباية لبن، كوباية صغيرة اللي هو المج العادي، وده زيت، يعني نص كوباية زيت أو سمنة. يعني يبقى عندك زيت نضيف أو سمنة اللي انت عايزاه يعني. وكوباية إلا كوباية سكر أو كوباية إلا ربع كمان. يعني عشان الكوباية المعيارية دي كبيرة، ودي معلقة خل. حاجة بسيطة وجميلة، وانتوا عارفين الشتا بقى بنحب ناكل حاجة حلوة كده واحنا قاعدين بالليل. والله العظيم بتقوم في دماغي أعمل حاجة على طول، الحمد لله والشكر لله يعني. عارفين احنا خلاص بنحب المطبخ. مقلناش إلا المطبخ. بس ودي كوباية دقيق. ودي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بيكنج باودر. وانا بجيب البطرمان البيكنج باودر اللي هو الكبير، عشان ما بجيبش البكاوي يعني. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. ودي نص كوباية دقيق تاني، لان طبعا انتوا عارفين هما بيضتين ف قالب يعني كده مش كبير ولا حاجة. بس هتعملي بالمضرب كده. وهنقسم الكيكة نصين، حبة هنا وحبة هنا. نحط معلقة لا إله إلا الله، كاكاو. نحط معلقة كاكاو على النص التاني عشان نعملها بقى بالشوكولاتة. بقى ايه، كانت جميلة. حاجة بسيطة وحاجة حلوة عشان تعملوا كده وما تكسلوش. بس هنضرب كله في بعض كده. وطبعا لقيتها كده تقلت، حطيت لها ايه معلقة لبن زي ما انتوا شايفين. بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي التعليقات، اخواتي كلهم من بره مصر واللي جوه مصر. وعلى فكرة اللبن عندنا في مصر اللي هو الحليب، يعني عشان العرب ما بيعرفوش يعني ايه لبن. وده ورق زبدة ومش حلو. كان يعني لازم، وديني دهنته والله العظيم. مش عارفة هنعمل ايه يعني عشان نجيب له حاجة كويسة كده. وجايباه والله العظيم من أحسن محلات حلوانية عندنا في السويس. وهنحط حبة من الكيكة البيضة وحبة من الكيكة مشكلاطة عشان تطلع شكلها حلوة يعني كده زي التايجر. زي ما انا كنت بعمل قدامكم يا حبايبي. طلعت بسم الله ما شاء الله. يعني ايه يعني زي بعض وبالتين يعني. بتتم ب7 جنيه معلش. زي بعض. ما انا مش هنقف بقى نقول نعمل لا، نعمل حاجة كده وناكلها واحنا قاعدين، حاجة حلوة بأقل تكاليف عشان اللي انتوا عارفينه. يعني الحمد لله ربنا يعديها على خير. وانا بنعي كل شهداء تركيا وشهداء سوريا، ويا رب ارفع عنا الوباء يا رب. ان احنا فيه ده يا جماعة من كتر الذنوب. فوقوا بقى والله بجد، والله بجد قلبي اتحسر امبارح. والله العظيم ان انا شفته. ربنا يرفع يا رب، ونحتسبهم شهداء يا رب، شهداء تركيا وشهداء سوريا، اخواتنا العرب. ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل البلاد العربية والدول العربية يا رب العالمين. ومعايا شوكولاتة بني، شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة. والله العظيم كانت عندي في الفريزر. بصوا، والله حبيت اوريكم، حبيت اوريكم ان هو لازق ازاي. بس اهو الحمد لله. اللي ما حطش اللايك ويحط يا حبايبي، واللي ما اشتركليش في القناة يشترك لي وشجعوني بالله عليكم. اللي يسمع الفيديو يسمع منه اقل حاجة. اللي مش عايز يشوف اللي انا عملته يشوف لي منه 4 دقايق. يا اخواتي اصحاب القنوات ما سجلتوش الفيديو، ما فيش مشاهدات، عشان ما يبقاش تعب الواحد رايح كده وخلاص. انتوا عارفين يعني احسن ناس واحسن متابعين كلكم على راسنا من فوق. ربنا يرفع عنا يا رب، ربنا يرفع عنا اللي احنا فيه بجد.
واحد قلبه وجعه من امبارح والله العظيم. حسابهم شهداء ان شاء الله. بس وهنحط الشوكولاتة كده ونغطيها نغلفها كلها بالشوكولاتة البني، الشوكولاتة البيضة هي هنحطها في كيس وهنزين بيها كده من فوق. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة كانت جميلة أوي، حاجة كده ما تكلفتش يعني يعني الدقيق عندك والبطين عندك، وربنا يدوم عليكم الخير. أنا حاجة بسيطة يعني يا جماعة، مش أهو أنا عارفة إن الظروف الحمد لله، بس حاجة بسيطة عملناها يعني. وتحطيها بقى في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تنشف عليها وتقطعيها وتاكلوها وبالهنا والشفا، وأحلى ناس وأحلى متابعين. شكرا ليكم، ألف شكر ليكم يا حبايبي. وهقطعها قدامكم بقى بعد ما نشفت خالص، شوكولاتة من عليها تحطيها في التلاجة كده وتطلعيها بقى. ما شاء الله بجد كانت جميلة جدا. أحلى أخوات في الدنيا. سلام يا حبايبي.